صباح الخير، وحشتوني جدًا، 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 جدًا. بُصّوا بقى، أنا مبسوطة جدًا لإن حماتي أول مرّة تزورني في بيتي يعني. فإن شاء الله أنا رايحة السوق دلوقتي، يعني يا دوبك لسه فترة. تمام. هاروح بقى أشتري طبعًا حاجات كتير كده من السوق ومن الmarket، عشان هاعمل لها كده سفرة حلوة تليق بيها. وكمان هاشتري فواكه وكده، وأي حاجة ناقصاني عشان تبقى تلاجتي كلّها كاملة متكاملة. تمام. وكل حاجة هاصورها لكم بعد أمّا آجي. بُصّوا، أنا هنا كنت نازلة كده لسه هاخد تاكسي يعني على طول كده وأروح. بعد أمّا آجي هاورّيكم كل حاجة. بُصّوا حبايبي، وأخيرًا رجعت من السوق. زي ما أنتم شايفين كده اشتريت كده الفواكه. جبت إيه يا جوجو، إيه؟ جبت كده هاورّيكم كل حاجة أنا جبتها كده بالتفصيل. بُصّي، بُصّوا sorry، جبت تفاح. التفاح ده تفاح سُكّري أمريكاني حلوي، حلو أوي. آآ إيه؟ عايز تسلِّم على طنط؟ أنت عايز تسلِّم على طنط؟ في طنط كتير بقى، مش طنط واحدة. مهم. بُصّوا، أنا هنا كنت جِبت اليوسوفي ده برضه من السوق، عشان أنتم عارفين إحنا في الشتا وكده. أكتر الفواكه اللي بنحب ناكلها كتير، كتير في الشتا هو اليوسوفي والبرتقان. كمان أنا عايزة أقول لكم بقى في فواكه أنا مدمناها بجد، يعني مدمناها جدًا. بُصّوا، أنا هنا مش هاغسل الفواكه بتاعتي. تمام. طبعًا عشان الكورونا المفروض نعقّم كل حاجة ونغسل كل حاجة طبعًا، بس أنا مش هاغسل الفواكه بتاعتي عشان أنا باحس إن هي إيه، يعني بتبوظ. أنا باخد مثلًا طبق فاكهة أو زي ما أنا عايزة يعني، باغسل الفواكه كويس جدًا تحت المَيّة الجارية وبانشفها كويس جدًا، عادي جدًا يعني يا جماعة، ما فيش حاجة هتبوظ يعني. ودي ثمرة تفاحة كده كانت مع الجوافة. تمام. الأمير الصغير مش هيخلّيني أقول لكم أي حاجة في الفيديو، مشاغب أوي، ربنا يخلّيه لي، ويا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. يا جماعة ادعوا لي، أنا طبعًا ما خدتش بالي من المانجاية دي، ادعوا لي بالله عليكم، وادعوا للأمير الصغير بالهداية، ربنا يهديه. طبعًا هو لسه بيبي صغير، بس عايزة أقول لكم إن هو يعني خرجت بيه كتير واتحسد مني. كان هادي جدًا. عايزة أقول لكم إن أنا دلوقتي عايزة أشد في شعري كده منه، بس ما شاء الله مالي عليَّ دنيتي، ربنا يخليه ليّا يا رب. ويدوموا دايمًا نعمة في حياتي. بُصّوا يا حبايبي، أنا هنا المانجا اللي أنا جبتها دي، في منها هاسيبها للأكل وفي منها هافرّزها طبعًا لإنها كبيرة جدًا. تمام. بعد طبعًا ما رصيت الجوافة ورصيت المانجا، هارص البرتقان بالشكل ده. ده مش برتقان بسُرّة، برتقان عادي يعني اللي هو العادي ده، اللي هو بيبقى مِزِز شوية، أنا باحبه الصراحة، اللي هو البلدي، مش السُكّري كمان. بُصّوا، أنا هنا المنظمات دي عايزة أقول لكم إن هي بجد خيال، خيال، بتنظّم لي حاجات كتير جدًا. إيه؟ كل دي تتويبة! أنتِ عايزة تنامي؟ يا لهوي، يا لهوي على السُكّر يا ناس. بُصّوا بقى، الفاكهة اللي أنا باحب آكلها الرُّمّان. عايزة أقول لكم إن أنا باحب الرُّمّان جدًا، 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 جدًا. وبرضه باحب المانجا، بس الرُّمّان مش بابطّل أكل فيه خالص. بُصّوا، هنا أنا ضبّطت التلاجة بتاعتي، وفي كام حاجة كده جبتها من السوبر ماركت، عشان لو حماتي يعني هتقعد فترة عندي، يبقى في حاجات موجودة وكده. تمام. طبعًا أنا ما باحبش أكتّر من المجمدات، قُلت لكم قبل كده وباقول لكم دلوقتي، لإن أنا باحب الحاجات الفريشات أكتر، باحب الحاجة تكون فريش، مش باحب الحاجة تتركن كتير في الفريزر. طبعًا ما كانش عندي بيض بقى ولا فول ولا حليب
بصوا التلاجة كانت فاضية بمعنى كلمة فاضية، وكمان ما كانش عندي تونة، هي كلها كده على بعض يعني كانت فاضية. حبيت كده ان انا اجيب صلصة وبراطيم كده مربى. تمام. وهنا جبت كده جبنة رومي وجبنة براميلي. وهنا الجبنة دي أنا اللي هي في العلبة، في حافظة العلبة دي انا كنت عاملاها يعني خلطاها على بعض حلوة قوي. تمام. والفواكه بتاعتي اهي رصيتها، طبعا ما كانش فيه منظم تاني، بقيت المنظمات في المطبخ ان شاء الله بعمل لكم فيديو عن ازاي ننظم المطبخ بافكار حلوة جدا، وهتوفر عليكي وهتنظم لك الدنيا بشكل حلو قوي. تمام. والليمون ده انا كنت جايباه عشان اخلله كده. طبعا انا مش جايبه طماطم، ما جبتش لسه طماطم وكده، عشان لسه هنزل تاني نسيتها يعني، بس قلت برضو اصور لكم المقطع. تمام. عشان برضو ايه منساش حاجه. تمام. بس كده انا حبيت ان انا انظم التلاجة واجيب الحلو كله اللي في الدنيا احطه في التلاجة عشان خاطر حماتي تلاقي كل حاجة يعني حلوة، فواكه كل حاجة تبقى موجودة عندي وتحت ايدي في التلاجة، ما اضطرش ان انا انزل اشتري حاجة. تمام. لاني انا قلت لكم ان انا يعني انا هنا في الغردقة مش بحب انزل كتير. بحب اشتري الحاجة يعني ايه، لو هشتري فواكه مثلا من الاسبوع للاسبوع طبعا بتقعد معايا، وعلى حسب يعني في فواكه مدمناها انا ما بتكملش 3 4 ايام وبتكون خلصت وبألف هنا وشفا. بصوا خلاص كده بعد ما نظمت التلاجة ووضبتها وخليتها كده قمر 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 قمر. طبعا المانجا دي زي ما قلت لكم هحط منها فوق في الفريزر بس لما ايدي تفضى، عشان مش معايا وقت وكده، عايزه اخلص كل حاجه قبل ما حماتي تيجي طبعا عشان اقعد معاها. ما ينفعش طبعا اكون ايديا مشغوله او بعمل حاجه لانها اول مره تزورني في بيتي، فما ينفعش اسيبها خالص خالص خالص. النهارده طبعا انا هعمل اكتر من وجبه اكل. مع ان انا ما بحبش التبذير خالص، بس هي اول مره تزورني ولازم اعمل لها الحلو اللي في الدنيا كله. طبعا لازم كده انور رضاها. بصوا انا عندي هنا الوراك دي برضو هعملها، بس انا حابه الوراك، هي طبعا بتحب الوراك في متخدع لها يعني معموله في صلصه. هعملها طبعا بالفاصوليا البيضة عشان هي برضو بتحبها، كل حاجة بتحبها انا هعملها لها النهاردة. بس بقى ايه، كذا صنف كده من الاكل. تمام. وان شاء الله لو فاض حاجة يعني هنطلعوها كده لحد غلبان، لو فاض اي حاجة من الاكل مش هركن اي حاجة في التلاجة عندي عشان خاطر اساسا ما فيش مساحة، وفوق ما فيش مساحة ما بحبش اركن اكل يعني. لو اتفضل اكل هطلعه لاي حد يعني غلبان. بصوا انا هنا كنت بوريكم الفاصوليا وادي الوراك بعد ما طلعتها. تمام. حاجة حاجة كده ببتدي اشتغل بيها على السريع كده. تمام. انا مش عايزة، انا المرة دي مش مسرعة الفيديو، مش مسرعة اي حاجة، انا سايبة الفيديو كده بطبيعته. دي حركتي وطبيعتي في المطبخ، مش مسرعة اي حاجة. تمام. عشان في ناس كتير طلبت مني يعني في معظم الفيديوهات لو سمحت ما تطوليش، قصدي ما تسرعيش الفيديو، فانا سايبه لكم الفيديو بسرعته الاصليه. تمام. بصوا هنا حطيت بقى كده معلقه سمنه كده محترمه، هنزل عليها بقى بفلفل الوان و بصلايه كبيره كده متقطعه وبشره جزر كده. انا بحب احط الكلام ده كله كده في تخديعة الفاصوليا، بتبقى حلوة جدا وبتدي تست وريحة حلوة جدا للطبيخ. يعني الناس اللي بتحط بصل بس لو ضفت الاضافات دي معاها هتطلع حلوة قوي وبتست روعة. ايه انت عاوز ايه يا روحي؟ انت عاوز ايه يا قلب ماما؟ انت يا روحي. معلش يا جماعة الأمير الصغير مش راضي يسكت خالص. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، كل اللي نفسه في بيبي جميل زي الأمير الصغير اللي معايا ده.
ربنا يرزقه يا رب. بصوا حبايبي، انا هنا ضربت الطماطم يعني في الخلاط، بس انا ما صفتهاش. انا ما بحبش اصفيها، يعني اخلي التسبيكه ناعمه، انا بحبها خشنه. تمام. طبعا لو في حاجة في الفيديو طبعا حبيتوا طريقتي فيها وعايزين تجربوها، جربوها تستفادوا جدا جدا جدا. بس انا طبعا مش هشارك كل الاكل معاكم، وانا هحاول برضو على قد ما اقدر اني برضو اختصر، يعني مش في كل الاكلات هصورها معاكم. تمام. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الطماطم حلوة جدا، وبرضو التسبيكة حلوة جدا، وزي ما قلت لكم انا ما بحبهاش خفيفة، انا بحبها كده تقيلة. وغير كده كمان انا هزودها من شوربة الفراخ زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده كنت بزودها من الشوربة. تمام اهو بالشكل ده كده. طبعا عندي الفراخ خلاص بقت زي الفل وخلاص جهزتها. تمام. هجيبها على طول، بس ادي غلوة كده للتسبيكة كله ببعضه كده، وهنزل الفاصوليا والوراك. طبعا عايزة اقول لكم ان هي بتحب الوراك اساسا تبقى مسلوقة كده في الشوربة، وبعدين احطها كده اعملها مع الفاصوليا، وكل الطبيخ بقى يتسبك كده مع بعضه ويدي كده غلوة غلوتين كده مع بعضه. وبعد كده هقفل. طبعا عندي الفاصوليا اساسا مستوية، مش محتاجة ان انا ازود وقت طويل وهي على النار. اه بصوا زي ما انتوا شايفين هتدي غلوة والتانية وخلاص، وهطلعها. ودلوقتي بحط قطع الوراك. تمام. عايزاهم كده كل حاجة تتطعم من الحاجة التانية، كل حاجة بقى سواء التسبيكة الفاصوليا كله ياخد من طعم بعضه، وكله هيدي تيست رائع في الاخر. تمام. كده خلاص خلصت الفاصوليا والوراك. هخش بقى على الوجبة التانية اكيد يعني. بس عايزة اقول لكم اني ضروري جدا يكون عندنا كده صبر. للناس اللي بتقول انا دايما يا لوليتا بكون مخنوقة ومش عارفة اعمل ايه وما بحبش ابدا ادخل المطبخ، بصي هقولك استغفري ربنا كتير جدا. الاستغفار حلو، اذكري ربنا كتير. دايما خلي لسانك بذكر الله. اذكري ربنا كتير. ربنا هيفك كربك. وفي بنوتة جميلة برضو كانت طالبة مني ان ادعيلها بالذرية الصالحة. والله العظيم انا بدعيلكوا وهدعيلكوا ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. بصوا يا حبايبي هنا بقى كنت عملت كده صينية بطاطس بالأجنحة. كان عندي طبق أجنحة جايباه من الهايبر. قلت اطلعه كده عشان اعمله. انا قلت لكم لازم اعمل لها الحلو والغالي كله. تمام. بصوا حبايبي انا هنا بعد ما عملت صينيه المدلعه، انتوا عارفين انا بسميها ليه المدلعه عشان بدلعها خضار كده مشكل وبرصها. طبعا مفيش وقت فبحاول ان انا برضو على قد ما اقدر اختصر، بس انا رصيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده حطيت على طول الاجنحه من فوق بالشكل ده. وبعد كده ببتدي بقى احط بقيه الخضار، لو في خضار معايا بحطه عشان برضو يبقى منكه الاجنحه من فوق. تمام. طبعا وانا شغاله فيها كنت مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. تمام. سايباه يسخن. ودلوقتي جبت كده قطعه زبده هرستها كده بايدي لانها لسه مطلعاها من التلاجة فمسحتش. تمام. الزبده حلوه قوي وبتدي تيست رائع جدا للاكل. وعايزه اقول لكم نوع الفرنة للناس اللي كانت بتسال. نوع سوري الزبده انا قلت لكم اصلا على اسمها، نوعها فيرنا. تمام. خلاص كده الدنيا ظبطت معايا وخلاص كده ظبطت الاكل. تمام. والدنيا بقت معايا فل. تمام. هدخلها بقى الفرن، بس قبل ما ادخلها الفرن هديها غلوة الاول على البوتاجاز. وطبعا كان عندي شوربة برضو بتاعه لحمه قلت هسقيها. طبعا طلعتها من التلاجة. انا عندي اي شوربه مش برميها، بحب يعني ان انا ازود بيها الاكل، خصوصا بقى لو صينيه بطاطس حتى لو ارداحي كده من غير لحمه ولا اي حاجه. بحب دايما اظبط كده اموري بالشوربه دي.
تبقى حلوة يعني، وبتدي تيست رائع جدا للاكل. عايزه اقول لكم ان تسريع الفيديو احسن يا جماعه، لان الفيديو بطيء جدا 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 جدا. بصوا انا عادي هنا بس. خلاص، بعد ما اديتها غلوه كده بقت بالشكل ده. وفي اللقطه دي بقى انا خلاص استوت، والبطاطس كمان استوت. عملت انا ايه بقى، اديتها وش كده معلقه صلصه ومعلقه من السمنه، وسيحتهم مع بعض وشويه توابل، وحطيت كده الجزء الخارجي اللي في الاجنحه، دهنتها كويس جدا، وهرفعها فوق بقى في الشوايه تاخد لون. وبعد كده هرجع لكم طبعا عشان اوريكم شكلها النهائي بقت عامله ازاي. بجد حاجه تفتح النفس، ومش قادره اقول لكم ريحتها تجنن. بصوا انا هنا برضو عملت شويه رز كده، عملت رز بشعريه طبعا. برضو حماتي بتحب الرز تكون الشعريه فيه ازيد من الرز، يعني الشعرية تكون ازيد من الرز بكتير. تمام. بصوا انا هنا رفعتها فوق اهو في الشواية، ما شاء الله طلعتها وهي بقت زي العسل. وهنا كنت خلاص جهزت يعني ايه، نزلت كده بس يا بابا، بس يا روحي، بس. هنا كنت خلاص يعني بوريكو الرز، غرفت كل حاجة وما فاضلش غير ان انا هعمل كبسة رز بسمتي بالدجاج. هعمله كده مع بعضه. هي برضو كانت ضاقت من ايدي قبل كده، بس طبعا ايام الخطوبة الاكلة دي فبتحبها قوي قوي، فانا قلت برضو ايه هعملها لها. تمام. بصوا يا بنات، نصيحة مني يعني، عشان ايه، انا لما ولدت وكده طبعا جوزي وناس في البيت كانوا بيستخدموا معالق في الحلل دي، بيبوظوها يعني. بلاش المعالق، هما طبعا ما كانوش يعرفوا فمعاهم عذرهم يعني عادي. هو باظ طقمين. عايزه اقول لكم ان كل طبخه بيطبخوها برضو بيستخدموا المعالق اللي هي الالمونيا دي، او المعالق الاستانلس، وطبعا دي بتحك في الحله فبتبوظ منظرها جدا، سواء جرانيت او سيراميك او تيفال. فنصيحه مني اللي تستخدموها السيليكون والخشب. تمام. بس حبيت ان انا اديكم النصيحه دي. تمام. ايه. وزي ما انتم شايفين كده نزلت كده بمعلقه سمنه حلوه كده كبيره محترمه، وبعد كده نزلت بقطع الدجاج بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبتدي اشوح كده لحد ما الدجاج كله ياخد لون معايا كده. تمام. اللون اللي كلنا عارفينه ده، يعني يخش في السوا بس مش قوي. تمام. ايه روح، ايه، ايه، مركز هو قوي مع. زي ما انتم شايفين كده دخلت في السوا بس مش قوي. رشيت عليها، سوري يا بنات، رشيت عليها، عايزه اكح بس مش قادره يعني بجد، بكح كده بحس بتعب. المهم رشيت عليها كده فلفل اسود وملح. تمام. زي الفل كده. وبعد كده بقى هقول لكم انا هعمل ايه. عندي التوابل دي بابريكا وشطه بس مش كتير، ونص معلقه صغيره من القرفه. يعني بصوا دلعتها بهارات. طبعا هشوح البهارات بتاعتي دي مع قطع الدجاج. بصوا هتدي تيست رائع قوي للرز كله في بعضه كده. عايزه اقول لكم يا جمال الريحه اول ما نزلت التوابل بتاعتي، ده حماتي هتدعي لي دعاء. مع هي غاليه عندي قوي، ست كويسه جدا ومحترمه. ربنا يخليها لي يا رب، ويدومها نعمه في حياتي. بصوا انا هنا عايزه اقول لكم ان التذكره من مرقه الماجي دي حلوه جدا جدا جدا، بجد رائعه، بتدي تيست رائع جدا قوي لاي حاجه مش بس للفراخ. بصوا انا هنا بزود كده حبه ميه. تمام. وهقلب كده قطع الفراخ بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
وبعد كده طبعا انا كان عندي الرز غسلاه كويس جدا ومصفياه ومنقوع، طبعا كان منقوع يعني شوية. بعد ما هنزل بالمية بتاعتي على حسب ما انا عايزة، بس يا دوب الكمية اللي هتساوي معايا الرز، تمام، عشان الرز البسمتي ما يتعجنش معايا، لان طبعا انتوا عارفين لما بيبقى منقوع او بيبقى كده بيبقى محتاج اني يعني اظبط الدنيا. عايزه اقول لكم ان انا طرت من الفرحه لما عرفت ان هي جايه هتركب يعني وهتيجي. وعملت كل ده والله، وهي مكلماني من امبارح بالليل وقايلالي ان هي جايه وكده، فانا قلت بقى اظبط الدنيا الصبح، كده كده هتاخد وقت في الطريق لان سفرها بعيد جدا من هنا، تمام. بصوا شايفين الرز البسمتي حلو ازاي. طبعا هياخد بقى عشان انا حاطه كركم وحاطه كاري، فهياخد اللون الاصفر الجميل اللي كلنا بنتجنن كده لما بنشوفه في المطاعم. تقدري تعمليه في البيت هيطلع معاكي حلو جدا وهيدي تيست رائع جدا للرز. بصوا مش حاطه ميه كتير زي ما انتوا شايفين، يا دوبك حاجه بسيطه. وبعد ما هديها تقليبه كده هغطي الحله بتاعتي وهسيبه يتشرب مع نفسه كده ويستوي كده مع نفسه، بس قبل ما اغطي عليها هسيبه كده يدي غلوه والتانية مع بعض كده، وبعد كده هغطي عليه يكمل سواء. وطبعا لو حسيت ان هو محتاج شوربة، محتاج اي حاجة، ما فيش ادنى مشكلة هزود عادي، ما عنديش مشكلة في اي حاجة، وما فيش حاجة بتقف قدامي ولا في حاجة بتوقفني، تمام. يعني لو حسيت في حاجة ناقصها حاجة او محتاجة حاجة بزود عادي، يعني ما حدش هيقول لا انت كده هتعجنيه الكلام ده، لا تمام. وانا اصلا كنت حابه ازود شوربه عشان خاطر زي ما قلت لكم الشوربه بتاعت فراخ او لحمه بتدي تست حلو قوي للاكل. بصوا على حظي بقى الشوربه خلاص يعني ايه اتدلقت، فالحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. انا نزلت كده بكوبايتين ميه مغليين، تمام، بعد ما اديت تشويحه كده للرز لما الميه نشفت منه، تمام. بعد كده هقلب بقى كله كده في بعضه، تمام، ما احس ان كله سخن كده مع بعضه على طول هغطي الحلة بتاعتي كده يبقى كل حاجة تمام معايا. وطبعا مش بس هستكفى بالسفرة الجميلة اللي انا هحضرها لها، لا ده انا هعمل لها كام حلو كده. يعني هي ما كانتش مني اي حاجة حلوة قبل كده، فانا حابة اعمل لها برضو ايه حاجة حلوة كده تاكلها. بصوا يا حبايبي، هنا بعد ما سبتها شوية اهي ابتدى كله ايه يسخن كده في بعضه، والمية بتاعة الرز تغلي. بعد كده هغطي عليها بقى واسيبها ايه تستوي مع بعض. طبعا الرز لسه هياخد اللون اول ما كله يغلي كله في بعض. وشايفين كمان قطع الدجاج خدت اللون الاصفر الجميل ده، ما شاء الله حاجة حلوة قوي وحاجة تفتح النفس وبجد تشرف قوي. زي ما انتوا شايفين غطيت الحلة اهي زي ما انتوا شايفين كده، وهنا كنت غرفت بقى الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. وعايزة اقول لكم ان النور قطع اصلا وانا مولعة كشاف عندي، فمعلش يعني لو الاضاءة مش واضحة ليكوا قوي، بس ما شاء الله الرز مفلفل مش معجن وزي الفل. طبعا معلش بقى اعذروني لان التصوير انا وريتكم كل حاجة بصوا ما شاء ممكن الله الكيكة حضرتها يعني وهطلعها على عالية السفرة. عايزة اقول لكم ان وهشة غصب عني هشة يعني قوي. بصوا المقطع اللي انا عايزة اقول لكم ان صورته انا للسفرة يعني وكده كمان لما حماتي جت اختبرتها ما شاء اتحذف من الله طلع عندي، حلو بس قوي. كل حاجة يعني كده كده انا طبعا صورتها عاملاها بالكاكاو بس مش ووريتها يعني لكم ايه يعني، مش مكترة عليها تمام. طبعا الكاكاو قدمت خالص، كل حاجة خليها بطريقة كده ايه كويسة حاجة وبطرق يعني ايه كده خفيفة. وفي نفس حلوة، الوقت وزينت هسقيها كمان دلوقتي أشكال هعملها كتير صوص من الأكل. شوكولاتة واعملها بس تبقى حلوة قوي حبيت بقى للقرمية. بعد الغدا بصوا أعمل انا كده كده إيه قلبتها على الوش التاني. كيكة، هي عايزة كيكة اوريكم بس السمك بتاعها بالشوكليت برضو حلوة. حلوة قوي قوي. وعايزة أوريكم الكيكة فهحشيها. هشة ازاي ومنتفخة جدا، يعني عايزة أقول لكم إنها بجد حلوة قوي.
بصوا زي ما انتوا شايفين ما كانش في وقت برضو ان انا اصورها لكم يعني. انا قسمتها لجزئين وبعد كده حشيتها شوكليت وحطيت عليها برضو من فوق. تمام. عملت كيكة تانية بقى بس دي مفضلة بالنسبة لي. شايفين الخرطة تخينة هنا في الكيكة ازاي؟ لا دي يعني حاجة بسيطة يعني مش هنفتح بقنا قوي يعني. تمام. دي جميلة قوي عاملاها بالاوريو. لو عجبتكم اكتبولي بس كومنت حلو زيكم وان شاء الله اعملها لكم في فيديو من روتين المطبخ. طبعا اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. بحبكم في الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قول لهم باي. باي.